بعد إذن حضراتكم الهدوء. بعد إذن السادة الحضور الهدوء عشان في محاضرة. بعد إذن السادة الحضور كل واحد يلتزم مكانه عشان في محاضرة. بعد إذن حضرتك عشان في محاضرة. بعد إذن حضرتك. بعد إذنكم اتفضلوا عشان في محاضرة. بعد إذنكم الالتزام بالهدوء. في محاضرة. اتفضل يا دكتور. التحرير قريب لهنا. الدكتور مستنيني في التحرير قريب لهنا. لا 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 لا. طبعا انا متشرف بيكم. انا مش عارف المايك نفسه شغال ولا مش شغال. بعد اذنك يا دكتور ممكن هدوء الاول يا جماعه عشان نسمع بعض ونسمع الدكتور قبل ما يبدا. ممكن هدوء يا جماعه. طب ممكن نقعد اللي واقفين؟ ممكن نقعد يا جماعه، لسه في صوت. ممكن هدوء. دكتور محمد قبطان استشاري التغذيه العلاجيه، اتفضل يا دكتور. هو اعتقد لو صوتي مسموع للناس كلها يكون احسن. انا الدكتور محمد قبطان، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه ونحت القوام بدون جراحه. دكتور خد المايك. التقنيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي تحسين الجينات. واعتقد ان في ناس كتير جدا اشتغلت في التغذيه العلاجيه وما تعرفش يعني ايه تحسين الجينات. تحسين الجينات هو مش ان انا بشتغل على التغذيه العلاجيه او انا بخلي حد يخس او يتخن. هو تحسين الجينات زي ما احنا شايفين كده، ان احنا عندنا بيشنت او مريض بيبتدي عنده سمنه مفرطه يرجع للوضع الطبيعي ده. والوضع الطبيعي ده مش دايت على فكره. الوضع الطبيعي ده ان الغده نفسها او الفيتامين اللي موجود في الجسم هو فيه نقص في حاجه. كويس؟ فان انا لما اوصل للبيشنت بتاعي في احسن صوره هو ده تحسين جينات. يعني ايه تحسين جينات يا دكتور؟ ربنا لما جه خلقنا 50-50. يعني من عند الخصر لغايه الكعب الرجل لنا شكل، ومن عند الخصر لغايه الكتف لنا شكل تاني. لما اجي اعمل دايت انا شكلي من خصر لغايه كتفي شكله كويس جدا، فيه حلو جدا جميل عاجبني. من عند الخصر لغايه الرجل هو اللي عنده مشكله، بنلاقيه صغير بنلاقيه ضيق. فلما باجي اخس بيحصل لي ايه؟ بيبقى شكلي مش اجمل حاجه. لكن انا لما اجي اخس لازم يطلع مني اجمل حاجه. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بخش على كميه الفيتامين اللي موجوده في الجسم وبعرف ايه الناقص فيه، فببتدي ازودها. ببتدي اشتغل على البيبي هير، ببتدي اشتغل على التجميل. عشان كده بيوصل اللي احنا شايفينه ده. استاذنه كمان لو يعرض صوره ثانيه. احنا شايفين البيشن شكله كان عامل ازاي قبل ما يبتدي يلحق قوام بدون جراحه. بعديها هو اجمل صوره منه. ودي تقنيه جميله جدا كمان، ان احنا في كبسوله ذكيه بديل التكميم وتحويل المسار وتدبيس المعده. في بيشن بيعملوها ودي سيفتي 100%. ودي اصلا ده براءه اختراع، يعني انا بقولها ان هي براءه اختراع، ان انا اوصل بالبيشن بالطريقه دي ويوصل للحل المثالي. والناس اللي عندهم سكر او قلب او اوعيه دمويه وما ينفعش ان هو ياخد ادويه دايت. ودي في النحافه، ودي مشكله كبيره جدا بتعاني البنات منها في سن كمان ال 25 وال 30، ان انا اوصل بالطريقه دي وانا سن كبير مش صغير. اوكي؟ اعرض الصوره اللي بعديها. ده بعد ما خلصت
بروتوكول العلاج بتاعها. الفكره كلها اجمل صوره تطلع مني ايه؟ مش ان انا اعمل تغذيه او ان انا اعمل نفط قوام او ان انا اديك فيتامين، لا، هو لازم اعرف ايه اللي ناقص عندك في جيناتك. ومفيش حاجه في الدنيا اسمها اصل انا جيناتي كده، هو ربنا اداك جيناتك كامله على فكره، بس لازم اعرف هو الجينات ايه اللي ناقص فيها عشان اعرف اقومها، عشان اعرف اقويها، عشان اعرف اطلع باجمل صوره منها. تمام؟ انا مش عايز اطول على حضراتكم عشان انا شايف ان في ناس كتير جدا يعني عايزه تمشي، وناس كتير جدا عندها شغل. انا طبعا اتشرفت بحضراتكم جدا. صديقي وحبيبي دكتور وليد بشكره جدا جدا جدا. يعني ان شاء الله نتقابل تاني على خير ويكون في فرص احسن واقدر اقدم محاضرات اكتر. وان شاء الله الفتره الجايه كمان هندي دورات تدريبيه ومع دكتور وليد في الاكاديميه عنده، ان احنا الدكاتره كمان يقدروا ياخدوا الدوره التدريبيه عشان يعرفوا علم الجينات. التغذيه بعلم الجينات مختلف خالص عن التغذيه العلاجيه بالتغذيه نفسها. لا، الدنيا مختلفه خالص، هي بتطلع اجمل صوره زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. هو طبعا بتغير الساعه البيولوجيه للبني ادم. يعني ايه الساعه البيولوجيه؟ يعني واتيفر انت ممكن يكون حضرتك عندك 60 سنه، لكن الساعه البيولوجيه لعمر حضرتك هي حاجه 20 سنه. وهو ده علم الجينات. وشكرا جدا ليكم وحسن استماع. بنشكر دكتور محمد قبطان استشاري التغذيه العلاجيه وتكريمك يا دكتور. دكتور وليد اتفضل. اتفضل دكتور محمد. ألف مبروك لدكتور محمد قبطان. تسقيف يا جماعة. خد له الصورة كده يا اخويا حلوة. ألف مبروك يا دكتور، نورتنا. خليك يا رب. ومعانا يا جماعة دلوقتي ممكن هدوء بس شوية. بنرحب معانا بالدكتورة زينب السعيد. الدكتورة زينب السعيد. الدكتورة زينب السعيد استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بالقصر العيني، ومحاضرة بعنوان أسرار جلسات التخسيس الموضعي والتخلص من ترهلات البطن. دكتورة زينب السعيد تتفضل على المنصة. جايانا من اسكندرية صح؟ منورانا. أهلا بيك يا دكتور، نورتينا. اتفضلي زي ما تحبي. اتفضلي يا السلام عليكم. هدوء يا جماعة من فضلكم قبل ما نبدأ. الدكتور ثواني يا دكتور. مساء الخير عليكم جميعا. اولا بعتذر جدا عن تاخيري ليكم، بس انا النهارده كنت جايه من سفر. ان شاء الله يا جماعة من فضلكم اللي قاعدين، انا اسفة يا دكتور بقطعك، بس عشان يا جماعة اللي واقفين ورا ممكن هدوء خالص ونقعد على الكراسي. عايزين نسمع المحاضرة الشيقة اللي تسمعوها دلوقتي من دكتور زينب. احنا هنتكلم بريفلي كده على كام تريكايه تستخدمهم مع حالات اللوكال اوبيستي. يعني ايه لوكال اوبيستي؟ لوكال اوبيستي معناها ان انا عندي حاله عندها مشكله في منطقه ما، يا اما بطن، دراع، السايد، الباتوكس، دي كلها اماكن عندنا. هل الحاله اللي بتجيلي بيبقى عندها مشكله واحده؟ في باوربوينت بس يعني انا عارفه ان الوقت. هدوء يا جماعة من فضلكم. الجزء بتاع اللوكال اوبيستي في النيوتريشن يعتبر كوزماتيك شويه. يعني انت الحاله بتيجي عايزه تعمل شيبنج، بتبقى عايزه تظبط جسمها زي ما بتظبط وشها. لو اشتغلنا مع معظم حالات اللوكال اوبيستي
اوبستي على الدايت بس او على النظام الغذائي او قلت لها اعملي اكسرسايز، اكشولي مش هتلاقي النتيجه الكويسه. وخصوصا لو الحاله عندك فيميلز، سيده وولدت اكتر من مره سيزيريان، فهي فتحه قيصري وبدا يبقى عندي بطن. احنا هنتكلم النهارده بس عن منطقه زي الابدومين، البطن. معظمنا بعمل نظام غذائي 1 و2 و3 وبعمل اكسرسايز كويسه جدا وافضل عندي بيلي ابدومين كده مضايقني، صح؟ والاقي نفسي بنزل على الميزان كيلوهات. يا دكتور انا عماله انزل بس شكلي لسه ما ظبطش، بطني لسه موجوده، مش عارفه البس حاجه تكون فات معايا، صح؟ جدا ببقى متضايقه جدا. هنتكلم انا كنظرتي ليا لنفسي كمريض ونظره الدكتور ليا. لو انا اللي رحت للدكتور في حالات اللوكال اوبيزيتي وكل مره بيطلعني على الميزان ويقول لي شوفي وصلنا لكام وزن، اكشولي انا كده ما عملتش اي حاجه. انا الفاتس، الدهون عندي بتنزل عندي بالجرامز، والجرام فيها بيوزن. قارن كده، اعمل كومبير بين كيلو لحمه وكيلو دهون. كيلو دهون بيوزن معايا وزن صغير بس حجم كتير. نفس الفكره في الفاتس. طيب ايه الاسسمنت بتاعي بشكل مبدئي؟ التيب، المازوره. انا محتاج فولنتير معايا على فكره. المازوره تعال. مش كده؟ طيب في اللوكال اوبيزيتي انا ما بعتمدش ابدا على الوزن، وبفهم الكلاينت اللي عندي حضرتك انت مش بتيجي معايا، مش وانت خارجه من عندي مش بتمشي بيافطه كده انا وزني كذا، انت بتمشي بشيب، صح؟ فالشيب ده المفروض يكون متناسق. ممكن تكوني نازله على الميزان كتير بس في الشيب مش افضل حاجه. فانا المفروض الاسسمنت بتاعي والميجرمنتس بايه؟ بالتيب. طيب وانا بدرس لوكال اوبيزيتي كل منطقه على حده ليها طريقه الميجرمنتس بتاعتها، قياساتها ازاي. هندي اكزامبل واحد بس على الابدومين. في الغالب انتوا بتقيسوا مساحه البطن ازاي؟ حلوه البتوع دول حلوين قوي. وريني لو انت هتقيسي بنفسك بتقيسي ازاي؟ لو انا عايزه اشوف انا بطني قلت ولا زادت في الحجم بقيسها ازاي؟ هاجي عند اكتر حته انا حاسه انها اعلى مكان وهقيسها كده اهو. الابدومين عندي بتتقسم لثلاث مناطق. حاجه اسمها upper abdomen اللي هي فوق الامبلايكس، ولور abdomen اللي هي تحت الامبلايكس، وحاجه اسمها اللاف هاندز. لو انا اعتمدت في قياساتي بالطريقه اللي قالتها امي، انا كده فقدت كتير من الاكيورسي، من دقه القياسات بتاعتي. فاللي هيحصل ان انا كل مره هاجي عند اعلى نقطه وانا مش محدد لها بولي برومينس، منطقه عظميه واضحه. ففي الاخر حصل ايه؟ انا كل مره حاسس بالقياسات مش احسن حاجه. طب خلينا نجرب بقى طريقه ثانيه. بصوا انت تمسكي بقى امي جت، فانا عايزه اشوف الويست بتاع الابر واللور امبلايكس كلهم على حده. فهعمل ايه؟ هاجي اقول للامي معلش وشك ناحيتي، تمام، واقول لها تاخدي ديب انسبيريشن، خدي نفس عميق وانا في وشها، خرجيه. خدي نفس تاني عميق، خرجيه. انا ايه الهدف من ده؟ at the end of the second expiration، في نهايه الاكسبيريشن الثاني انا كده بقيت ريلاكس، لان ممكن الحاله تبقى عامله كده، ممكن تبقى عامله كده. في الحالتين انا قياساتي مش اكيوريت، عايزه اخدها اكيوريت، هي كده بقت ريلاكس. وباجي ادور على اول بولي بروميننت عندي، لازم يكون في منطقه عظميه ثابته عندي في كل مره في قياساتي. عندنا في L4 L5 او البلفيك بون، صح؟ باجي احددها. عارفين احددها ازاي؟ واشوف اعلى نقطه عندي تحت الامبلايكس، تحت السره، وبكتب فيها واحط نقطه. تمام؟ النقطه اللي حطيتها دي انا كده الويست سيركمفيرنس في اللور ابدومين كام؟ سي طلع 60، يبقى اعلى نقطه عندي عند 60، يبقى محيط الخصر السفلي 60، واحط نقطه وابدا من نفس المسكه اشوف اعلى نقطه فوق كام؟ طلعت كده مثلا 50، يبقى الابر ابدومين سيركمفيرنس 50. ده اللي محتاج يتغير، واحط نقطه.
بقى عندي نقطتين، لو جات لي المره الجايه هيكونوا منصحين. هطلع اتكلم فببدا صوريني اشوف وبعدين النقطه دي بس لاقرب صغننة. للامبلايكس. فيديوهات صغننة انا عشان تعرف فيه تتابع. اسمها الامبلايكس للسورة. اعملي فيديو دول صغيرة، كام؟ ما تعمليش فيديو 5 طويل سم. عشان ما تيجي واللي تبعتيه تحت يتباع. دول كام؟ لو زي عملت مثلا طويل 3 مش سم. هتباع. ده كله اتمسح. جات لي المره الجايه انا ايه عندي المعلومه؟ عندي المنطقه العظميه اللي ورا ال 4 ال 5 وعندي كان في نقط مش عارفه هي فين، بس انا فاكره ان انا لما قست من الامبلايكس 5 سم حطيت نقطه ومن الامبلايكس 3 سم حطيت نقطه، فهاجي انا بقى عندي منطقتين معلومين قدام وعندي في منطقه عظميه ورا مش هتتحرك. انا كده اخدت قياساتي تاني. المره الجايه لما تيجي الحاله فيري اكيوريت سهله. كل منطقه في جسمك لازم تقيسها كده. كده يعني ايه؟ بتحدد اقرب بودي بيرمنت وبنبدا نشوف بحيث ان انا كل مره تجيلي الحاله انا قياساتي اكيوريت، قياساتي دقيقه، قياساتي جايه بصوره صح. قياساتي لما هاجي اقول لها لا ده انا ما نزلتش، لا اصل انت قايساني من تحت شويه يا دكتور، لا من فوق شويه، لا هتفرق. ميرسي يا انجي. ميرسي قوي. هقول لكم هنعمل ايه. انا كده عرفت ايه؟ هقيس ازاي؟ النقطه الثانيه، ايه مشاكل الابدومن عندي؟ فاتس، دهون، ستريتش مارك، ساجنج، ترهل. هل ممكن يحصل لنا سيلولايت هنا؟ لا. ممتاز. يبقى انا الحاله لما هتجيلي بمشكله من الثلاثه دول. احنا عندنا في كرايو كافيتيشن وعندنا